في هذا الجزء سوف نتعرف على كيفية التنقل بين السجلات بعدة طرق. ويتم التنقل بين السجلات عن طريق استخدام الشريط Navigation الموجود بالشريط السفلي لهذه النافذة. فبالضغط على مفتاح Next Record يتم الانتقال إلى السجل التالي داخل الجدول، وبالضغط على مفتاح Previous Record يتم الانتقال إلى السجل السابق، وبالضغط على مفتاح First Record يتم الانتقال إلى أول سجل بالجدول، وبالضغط على Last Record يتم الانتقال إلى آخر سجل بالجدول. وفي هذه الخانة يظهر رقم السجل الحالي، ويمكننا الانتقال إلى السجل الذي نريده مباشرة بكتابة رقم السجل الذي نريد الانتقال إليه في هذه الخانة، ثم نضغط على مفتاح Enter من لوحة المفاتيح، فيتم الانتقال إلى السجل الذي قمنا بتحديده. كما يمكننا الانتقال بين السجلات المختلفة داخل الجدول بفتح القائمة المسجلة Edit ومنها القائمة الفرعية Go To. فنلاحظ أن أوامر هذه القائمة هي نفس الأوامر الموجودة في الشريط Navigation. ونرى في أقصى يمين هذه النافذة شريط التمرير الرأسي، ويستخدم هذا الشريط لرؤية السجلات غير الظاهرة من الجدول. فبالضغط على السهم الموجود بهذا الشريط يتم الانتقال بمقدار سجل واحد إلى الأسفل، وبالضغط على السهم الذي يشير إلى الأعلى يتم الانتقال سجل واحد إلى الأعلى، وبالضغط مع السحب لهذا الشريط المنزلق سوف يمكننا التنقل بين السجلات كما نريد. ونلاحظ أنه أثناء الضغط مع سحب هذا الشريط يظهر مربع Screen Tab ويظهر به رقم السجل الذي سيتم الانتقال إليه إذا قمنا بترك مفتاح الماوس عند هذا الموضع، كما يظهر العدد الكلي للسجلات. وأسفل هذه النافذة نرى شريط التمرير الأفقي، ويستخدم هذا الشريط لرؤية الحقول غير الظاهرة داخل النافذة. فبالضغط على هذا المفتاح يتم الانتقال حقل واحد إلى اليمين، وبالضغط على هذا المفتاح يتم الانتقال حقل واحد إلى اليسار، وبالضغط مع السحب للشريط المنزلق يمكننا الانتقال بين الحقول كما نريد.